السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي في الله. يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أحسن حال، اللهم أمين. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ إن شاء الله يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أحسن حال. وحشتوني كتير جدا جدا جدا، بقالي فترة ما شاركتش معاكم فيديوهات. النهاردة إن شاء الله هشارك معاكم نشاط من ضمن الأنشطة اللي قدمنا، اللي بنقوم بيها في الجمعية اللي حكيت لكم عليها كتير جدا السنة اللي فاتت، واتكلمت عليها وعلى الأنشطة اللي بتقدمها. النهاردة بدأنا كده السنة الجديدة بنشاط حلو جدا، يعني ترفيه للولاد منه، كحفلة منه، كنشاط كده حلو جدا بصراحة. تعالوا بقى نشوف احنا عملنا ايه في النشاط بتاعنا وقدمناه ازاي. اول حاجة عملنا فيها، احنا عملنا انواع من الاكل مصري ومغربي. كنا مجموعتين، في مجموعة من اخواتنا المغاربة ما شاء الله عليهم قدموا لنا نوع من الخبز، النهاردة هتشوفوه معانا في الفيديو، ونوع من الشوربة، شوربة الحريرة طبعا المميزة واللي طعمها حلو جدا 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 عندهم. وقدموا لنا كمان سلطة الرز بالتونة والذرة الصفراء. هتشوفوا كل الأكلات دي معانا. واحنا كمصريين كمان عملنا نوع من الخبز بتاعنا، الخبز الرحالي اللي احنا عملناه كتير على القناة بالزبدة والزبادي من بدون خميرة طبعا. وعملنا كمان سلطة خضراء. فهتشوفوا معانا النشاط كله، اتمنى ان شاء الله ان هو ينال اعجابكم. ولو عجبك فضلا وليس امرا ما تنسيش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناه، فضلا وليس. هنا بتاعتنا النهارده هتعمل لنا حريره مغربيه. قلنا بقى يا ابله دينا حطيت ايه يا شيف دينا؟ يا شيف بس الصوت مش هيبقى ظاهر. وبصل وكرفس ولحمه. وهنا كمان وهنا كمان هعمل طرقتين. هتعملي طنجرتين. ايوه. وايه اللي انت حاطاه بيغلي هنا؟ منى اتعلميني. ده هنا ايه؟ الرز. ايوه. رز بميه. ايوه. وانت بتغطي ليه؟ وانت بتعمل ايه هنا؟ سندوتشات. وهناك بيعملوا ايه؟ عشان وهنا سلطه طماطم دي مسكره يا بنت. مسكره عسل غسلتيها؟ لسه. وفاطمه هنا بتعمل سلطه. بتعمل خبز ايه يا سميره؟ خبز مغربي تكنيف. اسمه انت ايه؟ تكنيف. تكنيف. هتعمل خبز مغربي ان شاء الله، هيبقى جميل جدا. خليكم معانا للاخر علشان تشوفوا الطريقه ان شاء الله. حطيت ايه هنا بقى مكونات؟ ده السميده الرقيقه، سميت رقيق والطحين والطحين الابيض والملح وملح وخميره وخميره وسكر. لسه الملح. حطيت خميره وسكر. طب بتعجني بايدك ليه؟ دلوقتي. وهنا ده العجين بتاع الرحالي اللي احنا عملناه قبل كده بالزبادي والسمنه، بالزبادي والزبده والدقيق واللبن. وسميرة لسه هتضيف هنا الزيت. الزبادي ديت بتاعتي انا مستعملاها. وهنا بقى ايه بيقطعوا الخضار. لما نشوف شوف ده، انا حطيت هنا اللحمه وحطيت معاها عظم. حطيت لها العظم بقى عشان البنه. البنه. ايوه. بنه يعني حد هيبني جوه؟ لما هخلص هقول لك يعني كل حاجه. اللذاذه، قول عشان اللذاذه والطعام. اللذاذه ما اعرفش انتوا بتقولوا ايه. وهنا رز بيغلي، هتعمل لنا سلطه رز. خليكم معانا للاخر لحد ما تشوفوا السلطه بقى والحاجات دي كلها. طماط. طماط. انا بعملها بميكسر كتطحن كلها. صغيرة مش كله شوية. عملوا كبير شوية الباربيكيو. كبيره لازم تكون اصغر من كده. صغيرة. عشان تدوب. كنا عايزين نحط التنين، قالت لك مش هيكفي، اصلا شويه من هنا عشان نحط في التاني هناك. زنجبيل. الرز على فكره لازم يقطع عليه ليشيل. هات عليه ولا اعملي دي زخت اعملي دي زخت يا بارتاه. اعملي دي زخت. كركم زخت اعملي. وطي النار.
اعملي لا 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 كده اندر. هو ده صح ولا هو؟ هو ده؟ اهو مفيش حاجه تتحط عليها. الفلفل الاسود فين لا انت اشطر، انا ما اعرفش بصراحه. لا هو الملح اهو. بحسبك بتولعي واحده تانية. بس خلاص الرز كده ولا ايه ولا ايه؟ اللي هنا انا شويه. حطيت كده بزار وكركمه وجنزبيل. الزنزبيل جنزبيل وملحه. ستراكس هنشوف لو على الحوت هتشوف الحوت. شوفي يا وسطى يعني اهو انا كل ما بحبش انا هو عمري ما دقت اكل ابدا. شوفي يلا بتبططها على السميد. ها يا هتحط هنا هحط هنا واحده. يعني انت بتخمريه مرة تانية يا سمير؟ لسه سميرة خمريه مرة تانية. يا بس الصغر بس انا فاهمه ده كنت اقصد حاجه ثانيه. كنت اقصد حاجه ثانيه. العيش اللي بيبقى عندنا والله مستوى جميل، تسلم ايدك. العدس هو بيطيب. احنا في المغرب بنعمله في الاول ولكن ده بيطيب بسرعه هنا مش زي بتاع المغرب. زي بتاع المغرب. بيستوي بسرعة يعني؟ ها بيستوي بسرعة؟ ده بيستوي بسرعه زي اللحمة استوت؟ اللحمة استوت؟ مرق السلام. طب الفورمة السلي هتحطيها ولا هتحطيها محمرة ولا نية؟ الشعرية زي ما هي. افتحي افتحي خلاص زي ما هي بس ملح لا يا ولا ملح لا. شويه عشان دي ده استوى ده استوى. بس الحريري يعني انت هتحط كم نوع طماطم؟ امال ده بقى حسب براحتك. مع شويه ميه بالخلط مع شويه ميه. بتحط انا اللي هروح العيش، انا اللي هنعمل عيش مع بعض. هنا الذره والرز وهتحط تونين. دي تونين تخ. طيب وايه تاني غير هو ده؟ مايونيز. فين المايونيز؟ دي كمان ودي كمان ومايونيز. نسيت اهي انت. انا بتكلم. طيب يلا جبت رايس مت انشا مختار ضيع مت طماط كمكمر ان شفتي لسه هنجيب الرز ونخلط كل حاجه. خلطوا وجلطوا. خلطوا وجلطوا وبلطوا. يا اختي همسح الفيديو الله يسامحك. همسح الصوت. سمسمة جنوفلك سمسمة
لسه في التلاجة عشان نحطه نستنى باكل حتى لما رز. يبرد الأول. لازم يبرد تمام. لازم يبرد عشان المايونيز. This is the spot ik niet koop, maar dat ik koop altijd alleen leven. القلب انا صليت يا حبيبتي. وبعدين بحط المايونيز والبتاع. طبعا احنا هنا وصلنا المكان، انا جيت بدري شويه علشان نبدا نعمل العيش بتاعنا اللي احنا هنعمله وهنقدمه يعني النهارده. فحاولت ان انا اصور لكم الحاجات اللي هيحطوها واللي لسه هيعملوها في الشوربه والسلطه قبل ما امشي. لا ده انا بس علشان انا طبعا كنت همشي فمش هصور كل المراحل الباقيه من تجهيزات الشوربه والسلطه للاسف. احنا جينا هنا المكان، طبعا بدأنا نجهز الطاولات دي والحاجات، وبدأنا كمان نشغلنا النار لان الناس اللي تبع البارك كانوا مجهزين شوية حاجات لنا، يعني كانوا مجهزين النار اللي هنشتغل عليها واحنا كملنا. هنا ده شايفين دي الطبق اللي فيه الخشب ده، النار ده كنا بنزوده خشب، وبدأنا نخبز على اللي هي الطاسات دي الطويلة. ولكن بعد فترة حسيت ان هي مش بتساعد كتير، فانا شلت كل الطاسات دي في الاخر ومسحت، جبت فوطة ومسحت الصاج كويس جدا اللي هي فوق النار دي، وبدأنا نسوي فيها العيش. الجو كان صراحة حر جدا جدا بس كان يوم ممتع. عملنا فيه حاجات حلوة كده فكرتنا بأيام زمان. انك تخبزي على النار دي من زمان بصراحة الواحد مجربهاش، فكان يوم حلو جدا. الولاد اتبسطوا جدا استمتعوا بيه، الأمهات كمان. يوم حلو، تغيير كده في الطبيعة، انك ترجعي للطبيعة والطبيعة. طبعا ده العيش المغربي بتاع اخواتنا المغاربة، واحنا العيش بتاعنا خلص قبل ما يتقدم اصلا. ik weet het niet, kan goed zien of niet. خشي يا بط خشي. كده خلاص الاكل جاهز معانا خلاص. العيش بجد كان حلو جدا، الناس بدأت تدخل. العيش اللي احنا كنا بنعمله بصراحة خلص واحنا بنخبزه علشان سخن، الناس كلها حبته، وجايين الولاد كمان بعد المدرسة على طول بعد الوقت الدراسي، فكانوا جعانين ما شاء الله بألف هنا يا رب. الأكل العيش خلص مبقاش منه الحاجات بسيطة جدا جدا على ما ان كنا عاملين كمية كبيرة. هنا دي السلطة بتاعت الأطفال اللي هي طماطم شيري وحاجات من دي، وخس وخيار وجزر. وهنا دي السلطة بتاعتنا المصرية اللي احنا بقى جبنا بها التحبيشة بتاعتها وحدقناها. والحريرة بتاعتنا خلصت بجد، تسلم ايديهم، الحريرة كانت تحفة تحفة تحفة. ما دقتهاش من زمان، دقتها قبل كده وكانت حلوة جدا، وان شاء الله اجربها بإذن الله. ودي السلطة الخضراء بتاعتنا، ودي العيش دي الشوية اللي اتبقوا صغيرين جدا دول، وده العيش المغربي اللي طبعا سميرة ما شاء الله عليها تسلم ايديها عملته، عملت كذا كام مرة يعني. خد مننا وقت بصراحة يا بنات، الموضوع سهل جدا، حاجات بسيطة بس بصراحة خدت وقت. بس كده ده كان يومنا، اتمنى ان شاء الله ان هو ينال اعجابكم. ولو عجبك اليوم بتاعنا والخروجه بتاعتنا والنشاط بتاعنا، اتمنى تعملوا بلايك وشير وسبسكرايب للقناه فضلا وليس امرا. تسلم ايديهم بصراحه لان الحريره كانت لذيذه جدا. دي بقى الطبق بتاعي، واشوفكم ان شاء الله بخير وعلى خير.